السلام عليكم. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن الجو في اللهجة المصرية. الدرس ده هيكون ممارسة استماع ليك. مش هتكلم ولا أي كلمة إنجليزي، كل اللي هتكلمه في الفيديو ده عربي، لهجة مصرية. الموضوع اللي هنتكلم عليه النهاردة هو موضوع مهم جدا، وكمان بنتكلم عليه كتير في اللهجة المصرية. الموضوع عن الجو، من المواضيع المشهورة المهمة جدا في أي لغة، مش اللهجة المصرية أو العربي بس، في أي لغة. أول حاجة قبل ما نبدأ لازم نعرف كلمة الجو يعني إيه. الجو يعني حالة الجو اللي احنا عايشين فيها. الجو الجو مش هينفع اشرح اكتر من كده، الكلمة مفهومة ومعروفة. خلونا نعرف اكتر سؤال مستعمل في الكلام عن الجو. اكتر سؤال مستعمل في الكلام عن الجو هو: الجو عامل ايه النهاردة؟ الجو عامل ايه النهاردة؟ الجو عامل ايه النهارده؟ بس لما بقى نتكلم بسرعه: الجو عامل ايه النهارده؟ الجو عامل ايه؟ عامل ايه النهارده؟ عامل ايه النهارده؟ الجو عامل ايه النهارده؟ نركز قوي ازاي بنقول الكلمات بسرعه، وازاي بنربط الكلمات في الكلام السريع، لان الموضوع ده مهم جدا، هيساعدك انك تفهم اللهجه المصريه اسرع. الجو عامل إيه النهارده؟ الجو عامل إيه النهارده؟ ده اكتر سؤال ممكن يتسأل عن الجو. خلونا نعرف اشهر كلمتين بنستخدمهم في موضوع الجو. الكلمة الاولى حر. اسمع كويس الكلمة دي، عايزك تركز جدا وانت بتسمع الكلمة دي. لان حرف الحاء هنا بيطلع من هنا، من منتصف الحلق، من نص زورك كده بالظبط. حر، الجو حر. الكلمة التانية: الجو برد. حر حر حر. برد. الجو حر، الجو برد. فأنا لو سألتك قلت لك الجو عامل ايه النهارده، ممكن تقول لي الجو حر، الجو برد. أو ممكن يعني ولا حر ولا برد، الجو معتدل. الجو كويس، الجو جميل، ولا حر ولا برد، الجو رايق. دول أشهر كلمتين بنستخدمهم لما نسأل عن الجو. طيب لازم تعرف إن في 4 فصول: فصل الكلمة المفرد، فصول الكلمة الجمع. 4 فصول في السنة. أول فصل وهو بيبدأ ببداية السنة وهو فصل الشتاء. خليني أتكلم شوية عن فصل الشتاء. في فصل الشتاء الجو بيكون برد قوي. الجو بيكون برد قوي، واحنا بنلبس هدوم تقيلة. واحنا بنلبس هدوم تقيلة. الجو في الشتاء ممكن تمطر السماء، تمطر. احيانا بيكون موجود مطر في فصل الشتاء. ده فصل الشتاء يا جماعة، وبيكون غالبا اول السنة لغاية شهر 3 اللي هو شهر مارس. في شهر مارس بيجي فصل جميل جدا خاصة في مصر، وهو فصل الربيع. الجو في فصل الربيع أجمل جو. الجو جميل جدا، ولا هو حر ولا هو بارد، الجو معتدل، وفي نسيم. أنا عايزك
تركز على الكلمة دي، ممكن الكلمة دي جديدة بالنسبة لك. نسيم جميل جدا، عليل جدا. وعشان كده الناس بتحب تطلع بره، تطلع في الجناين، تطلع في الأماكن العامة، تشم هوا. الناس بتحب تطلع بره عشان تشم هوا في فصل الربيع وتستمتع بالجو الجميل جدا في فصل الربيع. ده فصل الربيع. بعد فصل الربيع بيجي الفصل اللي ناس كتيرة قوي ما بتحبهوش وأنا منهم، هو فصل الصيف. فصل الصيف في مصر وفي البلاد العربية حر جدا، حر جدا. فصل الصيف حر جدا في البلاد العربية أو في مصر. طيب لو انت سألتني انت ليه مش بتحب فصل الصيف، اقول لك لان الجو بيبقى حر جدا، ببقى مش طايق نفسي. عايزك تركز قوي على التعبير ده، مش طايق نفسي، مش طايق نفسي. لما اقول انا مش طايق نفسي يعني انا متضايق، يعني مش مستحمل اي حاجة. الجو حر جدا وانا ببقى مش طايق نفسي عشان بيبقى الجو حر. وطبعا الحر في عرق، العرق الكتير اللي بيجي من الحر في شهر في فصل الصيف. زي ما قلت لك لازم تركز جدا على التعبيرات دي، مش طايق نفسي في فصل الحر في فصل الصيف او لما يكون الجو حر. والشمس، الشمس في فصل الصيف بتكون جامدة قوي. شمس تسيح دماغك، تسيح دماغك، شمس تسيح كل حاجة. واوعى تطلع في الظهر، اوعى تطلع في عز الظهر في فصل الصيف عشان ممكن تاخد ضربة شمس. هقول الجملة دي تاني، اوعى تطلع في عز الظهر في فصل الصيف لإلا هتاخد ضربة شمس ممكن ترقدك، ممكن تخليك راقد في السرير 10 ايام. الشمس في فصل الصيف يا جماعة جامدة جدا. والشمس ما شاء الله يعني هي الوحيدة اللي بتكون في الشارع في فصل الصيف، واللي بيطلع في الوقت ده بيكون مجنون او بيكون متعود على حرارة الشمس او بيكون شغال في الوقت ده. طبعا في فصل الصيف الناس بتشغل المكيفات او التكييفات، تكييف، تكييفات، مكيف، مكيفات، كلها معنى واحد. المكيفات لازم تكون شغالة في الفصل ده او المراوح عشان الجو بيبقى حر قوي. بعد كده الفصل الأخير بعد فصل الصيف، وده فصل جميل جدا في مصر، هو فصل الخريف. خريف، ركز قوي على الكلمة دي، خريف. فصل الخريف الورق، ورق الشجر بيقع، ورق الشجر بيقع. الجو بيكون ولا حر قوي ولا برد قوي، الجو بيكون بين البنين، بين البنين. ركز على الجملة دي، بين البنين. الجو بيكون بين البنين، ولا حر قوي ولا برد قوي، الجو بيكون جميل جدا. وممكن تطلع تشم هوا في فصل الخريف، وبتكون لابس هدوم مش تقيلة ولا خفيفة، هدوم تقيلة هدوم خفيفة، بتكون لابس بين البنين برضو، والجو بيكون جميل جدا. طيب دي فصول السنة لو هتكلم عن مصر. في كلمات تاني ممكن نتكلم عليها زي مثلا مطر. احنا بنقول الدنيا بتمطر، الدنيا بتمطر او بتمطر. ممكن نقول الدنيا بتمطر او بتمطر. ممكن نقول الجو مطر بره، مطر مطر. في كلمة تاني ريح، ريح. ممكن تكون ريح شديدة وممكن تكون ريح خفيفة، ريح. في كلمة تاني هوا، لكن كلمة الهوا مختلفة عن كلمة الريح. الريح ممكن تكون شديدة قوي، لكن الهوا هوا جميل، ممكن تستمتع بالهوا، ممكن تستمتع بالهوا. الهوا
طيب في كلمات تاني زي الرعد، الصوت اللي بتسمعه لما السماء هتمطر، لما الدنيا تمطر، رعد، صوت مرعب، صوت قوي. والبرق اللي هو الضوء اللي انت بتشوفه، برق، رعد وبرق. بس كده. في طبعا جمل تاني بنستخدمها للتعبير عن الجو، زي مثلا آه انا حران قوي. انا حران قوي يعني الجو حر، فانت بتقول الجو حر، انا مش طايق نفسي، انا حران، انا حران. او لو انت بنت، انا حرانه. لو الجو برد، انا هموت من التلج. ركز قوي على الجمله دي. انا هموت من التلج. او انا متلج، انا متلج. او مش حاسس بصوابعي، الجو برد قوي، انا متلج. آه وبس كده. وفي النهايه، مع السلامه.